السلام عليكم ورحمة الله. طبتم وطابت أوقاتكم بكل خير أعزائي المتابعين، أهلا وسهلا ومرحبا بكم معنا في هذه النشرة الجوية الخاصة والحصرية على الجزائر. إذن ولله الحمد، منخفضات قوية متتالية خلال الأيام القادمة بحول الله، وهذا ما سنتعرف عليه من خلال هذه النشرة. فلا تنسوا متابعي الكرام دعمنا باللايك والاشتراك، وشكرا لكم. ولكي لا نطيل عليكم نستهل نشرتنا بداية من مساء يوم الخميس بإذن الله، حيث يرتقب أن تكون الأجواء مستقرة على جل الولايات الجزائرية. ما بالنسبة لتوقعات يوم الجمعة يوم غد بإذن الله، يرتقب استمرار الاستقرار خلال الفترة الصباحية، أما في الفترة المسائية ستكون بعض الاضطرابات الجوية على أقصى الشمال الغربي، ربما تعطي بعض القطرات القوية على المشرية. أما بالنسبة لتوقعات يوم السبت والأحد نهاية الأسبوع متابعي الكرام، دخول منخفض قوي يوم السبت أقصى الأقاليم الغربية على بلول وتيارت، وكذلك على ولاية سعيدة وعين سخونة، وكذلك المشرية والنعمة وأمطار الخير على فرطاسة. وكل هذه المناطق الظاهرة أمامكم باللون الأزرق مصباح ويوب، وكذلك معسكر رواد الأبطال وغليزان وعمي موسى وتيارت وصولا إلى غوينة وخميس مليانة وحجور. ستكون أمطار معتبرة خلال صبيحة يوم السبت بإذن الله. أما بالنسبة لفترة الزوال متابعي الكرام، سيدخل هذا المنخفض بشكل كلي على ولاية الجزائر العاصمة، وكذلك على تابلاط والبليدة وبومرداس والبويرة وحجوط وخميس مليانة وقصار البخاوي والبرواقية وعين وصارة وقصر الشلالة، وكذلك أمطار الخير على عين الذهب وعين السخونة والدريسية وعين سيدي علي وآفلو وبوعلام والبيض وبوقطب. كل هذه المناطق معنية بأمطار الخير، والجميل في هذه التساقطات أنها ستكون معنية بأقصى الأقاليم الصحراوية بإذن الله. أما بالنسبة للفترة الليلية من يوم السبت، ما زالت أمطار الخير متواصلة على البلاد كما هو ظاهر أمامكم، وستكون من مستوى قدم برتقالي على عين وصارى، يعني نشرة إنذارية. أمطار غزيرة وكثيفة بحول الله، وكذلك أمطار الخير على تيزي والزو والبويرة وبنكسيلا وأقبو، وصولا إلى برج بوعريج والبويرة، وكذلك سيدي عيسى وتابلاط والبرواقية، وأمطار الأقصر البخاري، وأمطار قوية لعين وصارى وحاسي بحبح ومجدل والجلفة والإدريسية، وكذلك أمطار الخير على أفلو وعين السخونة وبوعلام. نسأل الله الثبات لهذه التوقعات. أسبوع ممطر أعزائي المتابعين. أما بالنسبة لتوقعات يوم الأحد نهاية الأسبوع، ما زالت أمطار الخير على هذه المناطق التي ذكرناها قبل قليل على مسامعكم، وصولا إلى أقصى الأقاليم الساحلية على بجاية وجيجل وسكيكدا وتيزي والزو والجزائر العاصمة وباتنا بإذن الله، وكذلك أمطار الخير على أفلو والبيض والأغواط. أما بالنسبة للأسبوع القادم متابعي الكرام، يرتقب بحول الله دخول منخفضات قوية على أقصى الشمال الشرقي، على قسنطينة وبجاية وجيجل وسكيكدا وعنبة وسوق هراس وتبسة، وكذلك بئر العاشر، وأمطار قوية على الوادي بإذن الله. يوم الاثنين أجواء ممطرة بحول الله، وصل إلى قسنطينة وبجاية والجزائر العاصمة وتبسة. أما بالنسبة يوم الثلاثاء، ما زالت أمطار الخير على أقصى الشمال الشرقي، وكذلك يوم الأربعاء سيكون أسبوع ممطر بامتياز، وسنقوم بتفصيل هذه التوقعات خلال اقترابها في الأيام القادمة. ولا تنسوا متابعي الكرام دعمنا باللايك والاشتراك، وشكرا لكم.